السلام عليكم شباب يا شباب. اليوم يا شباب راح نلعب فري فاير ولكن بطريقة مختلفة بالماوس والكيبورد يا شباب. كما ترون أنا تطبيق جي ماوس برو يا شباب، والفيديو غدا راح أصور لكم يا شباب كيفية تفعيل جي ماوس برو وإعداد الشاشة. شوف يعني مريح اللعب بماوس وكيبورد على هذا. راح نجرب تدريجي شباب، يعني في شوي بدون ما تجرب حساسية ولا شيء، في شوي في الماوس. بوب 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 شباب، يعني في شوي. شو لاحظ هذه راح نسوي ما جبتها هيك للأسف. في شوي يعني بدزت إيجل بدون ما تسوي إعدادات ولا شيء، في شوي يعني تجربة أسطورية، يعني أسهل شيء. يعني إذا كان عندك هاتف باللغة الإنجليزية أو العربية راح تفعل التطبيق بكل سهولة. جي ماوس برو هو أشهر التطبيقات يلعب فري فاير كيبورد. أنا أنصحكم بجي ماوس برو. شوف الهيتات المهتزة. هيتات كثيرة يا شباب، والله اللاعب مريح. تحتاجون يا شباب فقط كيبورد وماوس وأوتيجي 4 منافذ أو 3. نجرب الآن يا شباب ساحة التدريب. يعني إذا بقيت كثير أسبوع تلعب فري فاير بماوس وكيبورد راح تعتاد. مت راح أدمرهم. كنا في واحد هناك. Asesinato doble. Asesinato triple. شوت يا شباب. مت شباب. يعني البارحة قررت أعمل هذا الشيء، يعني أمس، وفعلته أخيرا. لكن لعب صاري، يعني إذا تلعب بالماوس الهاتف راح تحس بنفسك إنك تلعب في كمبيوتر. يا 11.
شوف الشباب هذه الحركة، شوف هوب. وشباب هنا يكون يا شباب انتهى الفيديو. لا تنسوا يا شباب. اوكي يا شباب، هنا يا شباب يكون انتهى الفيديو يا شباب. ارجوكم لا تنسوا اللايك والاشتراك. شكرا يا شباب على الدعم في هذه الفترة الأخيرة، وشكرا يا شباب على 30 مشترك، وأتمنى أنكم تشتركوا في القناة، ومع السلامة.